ازيكم يا حلوين؟ النهارده هنعمل الشاورما الفراخ اللي الولاد كلهم بيحبوها وبيجيبوها من بره. اول حاجه هنجيب طبق ونحط فيه صدرين من الفراخ ونقطعهم شرايح رفيعه، بعدين ننزل عليهم بمعلقه توم باودر وبصل باودر ومعلقه بابريكا، معلقه فلفل اسود، معلقه كمون، معلقه شطه اختياري، ومعلقه رشه جوز الطيب، وشويه ملح وكوبايه زبادي، ونقلبهم كويس جدا. وهنا انا ما ضفتش البهارات رز الزعفران، بس انتي ممكن تضيفي منها معلقه بتظبط اللون، انا حطيتها في الاخر، انتوا ما شفتوهاش في التصوير. هنا جبت طاسه وحطيت فيها شويه زيت وحطيت حته ليا اختياري، انا اللي بحبها بتظبط معايا الطعم واحنا مش بنتضايق منها يعني. وبعدين نزلت بالفراخ عليها وقلبتها كويس لحد ما لونها ما يغير اهو. هنا انا كنت حطيت البهارات رز الزعفران، وهنا همسك العيش اللي احنا هنحطه وابله كده في الصوص اللي نازل من الفراخ، بيدي طعم حلو وقرمشه. لما نيجي ندهن العيش نحط الشاورما فيه. كل بقى الكميه اللي انت هتحطيها تبداي تبليها كده. وبعدين هنا هنحط التوميه، وبعدين الخيار المخلل والفراخ ونلفها كويس. هنا هتكون معانا الطاسه اللي اوريدي احنا كنا عاملين فيها الفراخ، وفيها صوص كده نازل، مش هنغسلها ولا حاجه، هنحط فيها الرغيفه وننزلهم فيها كده، بياخدوا طعم ولون حلو جدا، ونقلبهم وبالهنا والشفا. كده احلى شاورما في اقل من دقيقه.